نتكلم عن كل الأعمال من خلال النجوم اللي أمتعونا بفكر متميز وإنتاج كبير أثر في وجداننا حتى هذه اللحظة. تحية للفنانة الكبيرة يسرى. مساء الخير. أنا مش محضرة حاجة، لكن هقول إن أستاذ ممدوح كان إنسان قوي وكان صاحب قرار، وكان يعني لو أنا ليا أي طلب في خلال شغلي أو أي حاجة أنا محتاجاها وهو بيشوف إن طلبي ده مش دلع، يعني طلبي ده بجد، هتلاقيه أخذ القرار في ثانية وعملها وادى الأوكي. منساش في الهجان وفي بداية حياتي الحقيقة. أستاذ عمرو كان معانا مساعد افتكر، وأستاذ عمرو ابتدى معانا من الصفر برضه، يعني ما ابتداش عشان ابن ممدوح الليثي، لا تعب وشقي عشان يبقى الدكتور عمرو الليثي النهارده. أنا عارفة قد إيه عمرو كان مهم في حياة أستاذ ممدوح، وقد إيه أستاذ ممدوح كان مهم في حياة عمرو، لأنهم كانوا سول ميتس، مش عارفة أقولها بالعربي، لكن كانوا في حالة روحية بينهم، مش أصدقاء وابنه وصاحبه وسره. فأنا عارفة هم كانوا دايبين في بعض إزاي. أنا عارفة ألمك يعني قد إيه، وعارفة إنه ما بيروحش، لكن لازم تعرف إن هو ساب لك حاجة كبيرة قوي. فكان راجل عظيم في كل حاجة، حتى أنا مفيش مرة عملت عمل أو طلعت في البرنامج أو كده غير ما كان من أول التليفونات اللي بتجيلي الأستاذ ممدوح الليثي يقول لي يسرى أنت كنتي هايلة، رديتي في الموضوع الفلاني صح، عملتي صح، شغلك كان حلو. وما كانش بيجامل، كان بيقول اللي لو ما بيعجبوش حاجة بيقول على جنب بقى ياخدني كده على جنب ويروح قايل. هو كان راجل عظيم وكبير وعلمنا حاجات كتيرة جدا، وتاريخه يخلينا فخورين كفنانين ان احنا اشتغلنا وكان في حياتنا رجل زي ممدوح الليثي. البقاء لله وحده.